السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الرواني الاصليه بطريقه امهاتنا واجدادنا زمان بدون اي افتكاسات. يلا نبدا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار منا بكل جديد. يلا نبدا مع بعض ونشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. عندنا 2 بيضة كبيرة أو 3 بيضات صغيرين، وعليهم نص معلقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودر. بنضربهم كويس جدا، وانتم في المرحلة دي ممكن تستعملي المضرب الكهربائي أو تستعملي الخلاط المتوفر عندك استعمليه. بعد كده بننزل بكوباية من السكر، وبننزل بيها بالتدريج شوية شوية. أنا هنا نزلت بيها على 4 مرات. بضرب السكر مع البيض كويس جدا لحد البيض عندي ما يبقى لونه كريمي أو لونه أبيض. بضرب كويس جدا. بعد كده بنزل بكوباية حليب او كوباية زبادي نفس الكوباية، وبضرب كويس جدا مرة تانية. بعد كده عندنا كوباية من الزيت، بننزل بيها مرة واحدة على الخليط، وبنضربهم كويس جدا مع بعض. بعد كده بننزل بكوباية من دقيق السميد او دقيق البسبوسة، وده متوفر في اي سوبر ماركت او عند العطار، ونص كوباية جوز هند. وبنقلبهم كويس جدا لحد كل المكونات عندنا ما تختلط مع بعضها. بعد كده عندنا كوباية من الدقيق، وعليها معلقة كبيرة بيكنج باودر او كيس بيكنج باودر، وعليهم رشة ملح. بننخل الدقيق كويس جدا مع البيكنج باودر علشان ندخل كمية هواء في الكيكة بتاعتنا، وبنضربها كويس جدا بالمضرب لحد كل المقادير بتاعتنا ما تختلط مع بعضها. بعد من كده عندنا معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة صغيرة من قصنص البرتقال، وده موجود عند اي عطار برضو او اي سوبر ماركت. بعد كده بنجيب صينية مدهونة اي مادة دهنية ومتبطنة بالدقيق، وبننزل بالكيكة بتاعتنا. بنحرك الصينية عشان نفرغها من الهواء، وبندخلها فرن درجة حرارة 180 رف اوسط تحت بس. بعد ما بتخرج بنسقيها بالشيرة او العسل، وده عبارة عن كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع مية، عصرة ليمونة، ونسيبهم يغلوا 10 دقايق. وبنسقي بيها الكيكة بعد ما تطلع من الفرن. الكيكة سخنة والشربات بتاعنا او السيرب بارد. بعد كده بنزين الكيكة بتاعتنا بأي مكسرات عندك. أنا هنا زينتها بجوز الهند، وكان عندي شوية لوز مجروشين زينتها عليهم وحطيتها على الوش. بعد كده بقطع الكيكة زي ما انتوا شايفين السكينة ماشية فيها ازاي، طرية جدا، وده بيدل على هشاشة الكيكة من جوه. شايفين منظر الكيكة وهي بتتقطع؟ شايفين الطراوة؟ هنطلع قطعة عشان نشوفها من جوه عاملة ازاي. شايفين الجمال؟ طرية جدا وهشة جدا من جوه. هنقطع حتة بالشوكة عشان نوريها لكم. شايفينها بتتقطع ازاي؟ هشة جدا وطرية جدا. اتمنى انكم تجربوها وان شاء الله تنال اعجابكم، وبألف هنا وشفا مقدما. السلام عليكم.